ليس بالقوة الصحفية ولكن اللقاء الصحفي وبنشكركم أصحابنا هذا التقرير هذا كنشوفوا جيناكم الشأن السياسي والشأن المسار المحاضرة ولازم نخرجوا حنا نصور معكم باش نجاوبوا معكم نقولوا معاك ونقولوا نديروا لكم باش الناس ما يجيوش أولا شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم لهذا اللقاء الصحفي اللي كنحاولوا نديروه كيف ما كنحاولوا بما كيكون هناك إما مجلس سياسي إما مجلس وطني إما بالطبع حتى بعد المؤتمر واحد المحطة سياسية مهمة نعتبر أن لابد أن يكون واحد التواصل مع المغاربة عبر طبعا الصحافة الوطنية عندها واحد الدور مهم في نقل المعلومة والمعلومة الصحيحة. كما كتعرفوا المعلومة الصحيحة اليوم هي معركة سياسية عبر العالم. وكاين نقاش طبعا إذا كان كما باش يكون واحد التأثير سلبي لم يجري في المغرب في الشأن الدولي وفي الشأن الداخلي في الشأن الوطني لابد أن يكون هناك المعلومة الحقيقية باش كل مواطن يقوم بالصحة ديالو يدير واحد الأناليز عامة حسب المعلومة اللي الحقيقية اللي يعني كتعتمد بالنسبة لي. بداية نتكلم في الشق السياسي التنفيذية لأن كاين هناك الشق السياسي وشق طبعا تنفيذي. الشق السياسي اجتمع مع الشق السياسي واش غيكون شي كلام؟ اليوم كنا كيف قال وجع اللسان ديال الاخ مهدي بن سعيد توصلوا على القياده الجماعيه والمكتب السياسي بواحد العدد ديال الشكايات اللي تم احالتها عليا كمؤسسه ديال المجلس الوطني واللي بدوري حتى على لجنه الاخلاقيات اللي قلت لكم ستعقد في الاسابيع المقبله. هذه الشكايات ما فيهاش ابدا هذا الكلام اللي قلته السي اشرف، ما فيهاش تبييض الاموال، ما فيهاش بعض الامور الاخرى، فيها مساله ديال معاملات تجاريه وقع فيها نصب واحتيال. هذا الشيء حسب الشكايات والعبارات التي استعملها المشتكون. بالنسبه للمنبر الاعلامي ايضا امر يعني بحال هكا غيجاوب عليه السي مهدي بن سعيد، ولذلك فاحنا باش نوضحوا الامور حنا ماشي هنا ما كنجلدوا حتى شي واحد. السي ابو الغالي هو صديق ديالنا جميعا، عشرناه لاكثر من 16 سنه، اشتغلنا معه جنبا الى جنب، ما عندوش مشكل ما عندناش ما توصلنا حتى شي شكايه ولا بشي ملف فيما يتعلق بتدبيره للمال العام. امور اخرى اللي كنتو كتعرفوها نتوما ولا عندكم عليها معطيات عطيوها لنا. ما حنا كيف قلت السي اشرف حنا لسنا بمحكمه كيف ما كنقولها للجميع، ماش كتوجهلكش انت بالكلام. حنا ماشي القضاء، حنا عندنا واحد الاليات تدبيريه اخلاقيه اللي هي كتطبق فقط اجراءات تاديبيه. هذه الاجراءات التاديبيه شنو هي؟ المكتب السياسي او الامانات الجهويه، لانه عندنا لجنه الاخلاقيات الوطنيه واللجان الاخلاقيات الجهويه حسب تراتبيه المسؤوليات. الملفات كتوجه اذا كان منخرط في هذا ما عنده حتى شي مسؤوليه تنظيميه ولا انتخابيه كيتوجه للجهه الاخلاقيات الجهويه. الا كانوا ملفات مثلا ديال رؤساء جامعات ديال برلمانيين اعضاء مكتب سياسي وزراء ولا غيرهم، هذاك لجنه الاخلاقيات الوطنيه. وحتى الملفات ديال الجهويه الا كان فيهم بعض التعقيدات ولا ملفات اللي كتخرج فيها ثقيله كتطلع للوطني. دونك هنا هذا هو المصادر اللي عندنا، وراه كل شيء مدقق في الانظمه ديالنا وممكن انكم تطلعوا عليه. وبذلك حنا ما غناخذوش فيه قرار قضائي وما عندناش الصفه القانونيه باش اننا نتوجهوا للقضاء. حنا ناخذوا امور ديالنا تاديبيه، قرارات تاديبيه. القرار التاديبي الاول هو ديال المكتب السياسي والامانات الجهويه كيف كنقول هو التجميد ديال العضويه، وبعد ذلك يتم الاحاله على لجنه الاخلاقيات التي يا اما كتصادق على ذاك التجميد وتاخذ قرار يا اما بالاقاله او الطرد، او كتقول بان هذا التجميد غير صحيح وكتعيد المسطره وكتقول اعاده النظر فيه، وممكن انه في مصادر للاستئناف وفي واحد العدد المصادر. ولكن كنقول دائما كنحرص وكنسطر انها اجراءات تاديبيه. حنا ماشي كنحاكموا الناس، ولكن كنقولوا بانه داخل الحزب ديالنا عندنا قوانين يجب ان تطبق، ما تبقاش حبر على ورق. هو دونك اللي عنده الصفه باش انه يتوجه للقضاء هما المشتكين
والشاكين بغاو يتوجهوا للقضاء، ديك الساعات حنا اللي علينا توجهوا لنا كمؤسسه، اللي علينا ان المؤسسه راه خدات، المؤسسه الاولى اللي هي المكتب السياسي خدات القرار ديالها، المؤسسه الثانيه اللي هي المجلس الوطني عبر الاخلاقيات راه غادي تدرس الامر ديالها ويفقوا لكم. راني وضحت امامكم يعني الاعضاء كيفاش كيتم الاختيار ديالهم والصفات والشروط اللي خصهم يمتازوا بها، وبذلك فاحنا في يعني شفافيه ووضوح تام مع المجال التقديري فقط ودير لا بروميير باج ديال الحقيقه مرحبا ما عندناش مشكل، ولكن تحمل المسؤوليه تاع الناس اللي مساله كتبين بوفوار ما بقاوش الصحافه لا راه كاين بوفوار، كاين ديال التشريع كاين ديال القضائي كاين الصحافه وهي تشتغل باش تكون واحد المستوى ديال النقاش في السياسات العموميه وما كنخافوش من النقاش في السياسات العموميه، لان انا كيعجبني فاش كيتقني واحد على السياسه العموميه. علاش؟ لانه الا قلت شي حاجه غيتعني غيقول لي في السياسات اللي كديرها انت ديال الشباب الثقافه ولا الشباب ولا الاقتصاد اش كاين واش كاين واش كاين هادشي مزيان ولا هادشي غلط ولا مزيان، ما عنديش مشكل باش نراجع راسي ونقول راه يمكن عنده الحق. علاش؟ لان الانتقاد غيبني لي انايا واحد السياسه عموميه صالحه وفي الاخر شكون غيرها حتى سياسيه. اذا شنو هو الاشكال؟ علاش كنخاف من النقاش؟ نناقشوا السياسات العموميه، نناقشوا القضايا اللي كتهم المغاربه باش نخليو المغاربه يهتموا بالصحافه ويهتموا بالسياسيات. وشكرا.